السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل شويه حمص الشام بمناسبه بقى الشتاء والبرد اللي احنا فيه. هنعمل شويه حمص الشام حلوين كده لما الشتاء تدق البيبان، يبقى مفيش احلى من حمص الشام. هنعمل النهارده شويه حمص الشام كده سخنين مشطشطين بالليمون والكمون كده يستاهلوا بقك. هنعملهم بطريقه سهله وبسيطه، وهنقول في الفيديو على طريقه تسويه الحمص، وازاي تنقيه وازاي تنقعيه وازاي يستوي منك، يعني يستوي بطريقة سهلة وبسيطة ما ياخدش منك وقت ولا مجهود. وازاي تبقى الحمصية معاكي طرية، وازاي الزبدة كده. تابعي الوصفة للآخر، تابعي الفيديو للآخر عشان فيه تفاصيل مهمة. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فضلا وليس أمرا، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. في البداية هنا بقى معانا الحمص. طبعا الحمص اللي انت شايفاه ده اللي هي الحباية الرفيعة دي الحمص البلدي. الحمص اللي هو الافرنجي بيبقى الحباية غليظة شوية. طبعا بنلاقيه زي ما انتم شايفين كده من اي حاجة فيه، من اي حصوة او من اي حمصية اللي هي الغامقة دي، اللي هي السمرة اللي هي لونها غامق دي مبرومة، دي مش مستحب، بنعينها. اي حمصية بتلاقيها باللون ده بنعينها. بنغسله غسلة كويس وبننقعه لمدة يوم، يبقى عشان يستوي معاك بسرعة. وانتي بتسويه لازم تنقعيه لمدة يوم عشان يبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنا مغسول ومنقوع مدة يوم، لمدة يوم كامل. ومغسول ومصفي. شايفين لونه فتح والحمصية يعني اتنفخت وتحس ان هي فيها سنة طريان بسيط. هنا بقى معايا حلة على النار او اي حاجة عندك، هتحطي فيها مية مغلية، يعني هتغلي فيها المية. وبعد كده بنصفي الحمص، بيغلي غلوتين وبعد كده بنشيله بنصفيه من المية دي عشان بيطلع فيها ريم، وكمان المية بيبقى لونها متغير. يبقى اول حاجة بيغلي غلوتين، نكب المية عشان الريم وعشان المية بتبقى فيها لونها اصفر. يبقى عشان تاخدي مية صافية كده ومية بيضة وجميلة ورايقة، تغلي الحمص غلوتين وتصفيه. وبعد كده تغيري المية تاني، تحطي برضو مية سخنة وتحطي فيها الحمص. هنا بقى معايا يعني ربع كيلو طماطم كده، ومعايا بابريكا ومعايا كمون. طبعا اساس الحمص الشام الكمون والليمون، الكمون والليمون والشطة. هنا بقى معايا شطة وهنحط شطة تانية برضو. وهنا معايا ملح، وهنا بابريكا، وهنا كمون، وهنا سنة سكر عشان الطماطم، وهنا شطة. تمام كده. وهنا معايا فصين توم وبصلايه صغيره كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم ده اللي على وشه ده الريم، وشايفين لونه اصفر ازاي. هنا بقى نصفي بقى الميه دي كلها وهنحط في حله تاني اكبر، عشان الكميه كل ما بتستوي بتنفش اكتر وتزيد اكتر. هنحط في حله كبيره عشان عشان ياخد راحته. ولسه هنحط بقى الخليط اللي هو الطماطم وكده. هنضرب كل المكونات دي، البصل والطماطم والثوم، هنضربهم في الخلاط وهنصفيهم من القشر. وبعد كده هنحطهم مع المية التانية. يعني بعد ما نصفي المية دي نحط مية تانية جديدة تسخن، وبعد كده نحط الحمص يغلي غلوتين، وبعد كده هنحط بقى الخليط يستوي فيها. طريقة سهلة وبسيطة. طبعا الحمص مش غالي ولا حاجة. لو الولاد راحوا اشتروا بيشتروا حاجة بسيطة، كمية بسيطة زي الحصرة كده في الكيس، ملهاش لازمة ب5 جنيه. لا ده انتي بقى لو جبتي ربع كيلو. طبعا احنا عندنا متوفر في المكان، في البلد اللي احنا فيها، يعني في بيتنا احنا هنا بنزرعه. متوفر عندنا هنا. احنا هنا في بلد الارياف بنزرع الحمص يعني على طول، موجود عندنا متوفر في البيت. انتي بقى لو حبيتي تشتريه هتشتري مثلا ربع كيلو، هيعمل لك كمية قد كده. شايفين هنا استوى معايا زي ما انت شايفه كده زي الزبده كده، ما خدش معايا، يعني ما خدش معايا نص ساعه، نص ساعه كده ما خداش معايا. ليه؟ لان انا مسوياه، يعني لاني انا مرنخاه في الميه، بلاه في الميه يوم كامل واكتر من يوم كمان. وهنا بقى طبعا بعد ما استوى، هنا بقى بنحط هنا حطينا حطيت ليمون على الخليط ده، وبعد برضو وبعديها حطيت برضو ليمون في الميه في الكوبايه، يعني الكوبايه الصغيره دي ملانه ليمون. وهنا الكوبايه الصغيره دي هنعين شويه من الميه بتاعه الحمص، هنحط فيها شطه وهنحط فيها كمون. يبقى كوبايه فيها ليمون صافي وكوبايه فيها شطه وكمون.
اللي حابب يحط شطة وكمون هيحط بقى ايه معلقة بسيطة كده عشان الاولاد يعني وكده، واللي حابب يعني مثلا اللي هو يكون سبايسي شوية هيزود زي ما هو عاوز، يبقى على حسب الرغبة. تمام كده. يبقى الخليط ده كله فيه ليمون وفيه برضو شطة بس ايه، وفيه كمون بس يعني حاجة بسيطة. هنا بقى الكوبايات دي فيها الليمون صافي، وهنا الكمون وفيها الشطة اللي حابب يحط. طبعا حلاوة الحمص الشام لازم يبقى سخن زي ما انتم شايفين كده، لسه نازل من على النار لسه سخنة. كوباية الحمص بقى الشام بقى في البرد اللي احنا فيه ده يدفي. طبعا الاولاد داخلين على الامتحانات لو خدوا كوباية كده وهم قاعدين وبعدين بيذاكروا يتسلوا بيها كده، حاجة تدفيهم ويتسلوا بيها كده، حاجة نظيفة عاملاها في البيت بدل ما تشتريها من بره بفلوس كتير. لا، بربع كيلو هتعملي كمية كبيرة وتفرحي الاولاد والولاد ياكلوا وبألف هنا وشفا. يلا بقى يلا قومي بقى جربي الوصفة، ولو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك. هنا بقى ندوق الحمص مع بعض، كان طعمه روعة، سخن ومشطشط وفي نفس الوقت الحمصية دايبة كده زي الزبدة، مستوية مش محصرمة ولا معصلجة، لان مسوينها كويس ومرنخينها وبلينها. يبقى شرط اساسي في الحمص ان انت تبليه من قبلها بيوم عشان يستوي معاك بسرعة وما ياخدش وقت. وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.